بسم الله الرحمن الرحيم. دي مثلا بنعمل رغيف مثلا، ده رغيف دسم، مالكش دعوه اللي انا بعمله. ان كان دسم شويه احنا بنجرب مع بعض، لو انت عايزها حمرا خلاص مفيش مشكله، بس احنا تجربه الرغيف مع بعض. وزنت هنا 300 جرام، احط مثلا بصلايه خفيفه، الخطوه اللي جايه احمد هيستلم مني التتبيله. انا بتبل لاحمد، بقطع وافرم لاحمد واتبل له. يلا بينا هنروح نعمل احلى رغيف حواوشي اسكندراني اللي مصر كلها بتحلف بيه. طبعا معانا حته العجينه هنا، احنا بنعجن بميه، دقيق، خميره، سكر، ملح. طبعا في زباين بتحب ان الحواوشي يبقى عجين اسكندراني عادي وبيعملوا اضافه جبن. ده قطعتين على بعض. بتعمل رق تحت ورق فوق. دي برضو بتختلف حسب الشغل وحسب ان الفرن ساخن او لا. طبعا هنا يعني حسب الحراره ونوع الفرن. وحسب الحراره ونوع الفرن. طبعا جاهز، هنبدا نطلعه. طبعا هنا احنا خلصنا رغيف الحواوشي. هتنسى اسمك من جماله.